شكرا للكتابة الجهوية، شكرا للكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية. الإخوة والأخوات، في هذا الملتقى الثاني بمدينة جرسيف يسعدني أن ألقي هذه الكلمة باسم الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بجرسيف. سعادتي غامرة بوجودي مع أكثر من 150 شابا وشابة من شباب أقاليم الجهة الشرقية يلتقون على هدف واحد من أجل تطوير وتنظيم العمل الشبابي. بعد آخر لسعادتي هو أنكم اخترتم مدينة جرسيف ولأول مرة في سياق معروف وظروف لا تخفى على أحد، وفي هذا رسالة كبيرة على أن شبيبة العدالة والتنمية في هذا الإقليم لم تكن خارجة على السياق. أسعدني جدا شعار هذا الملتقى الرائع الجميل الذي ترونه أمامكم: لا تنمية بدون ديمقراطية حقيقية. وأن من تفننوا في اختيار هذا الشعار وكأنهم يشخصون المشكلة والتحدي ويطرحون الحل في آن واحد. وفي غياب هذا الجيل من الشباب المتطلع المعد بطريقة متوازنة وشاملة هو ما ينقص شبابنا، وأن الحل في إيجاد هذا الجيل وكيف يبنى ليكون قدوة، وكيف تبنى قدراته حتى يصبح قائدا، هو نطاق عمل هذا الملتقى. وكأن التراتبية والمنهجية مقصودة في الشعار، ولتطبيق هذا الشعار لا بد من إيجاد جيل معد بشكل موزون ومتوازن، ثم تخرج منه قيادات لتملأ الفراغ وتدمج الشباب بحق في تشكيل الحاضر والمستقبل. إذ أن الشباب المغربي قد سئم ممن يحدثه عن المستقبل. إنهم يضحكون على بطون الشباب حينما يقولون أنك جيل المستقبل، وكأنهم يعنون المستقبل لك والحاضر لغيرك، وأنك فردا لهذا التهميش أو الإبعاد أو العزلة مما يقول الشباب للجنوح ضد مجتمعاتهم. العنوان جيد، يطرح الإشكال الحقيقي، يطرح بعدا آخر: التنمية والديمقراطية لا ينفكان، تظل التنمية رهينة بالديمقراطية، وكذلك القيادة والقدوة لا ينفكان، تظل القيادة والقدوة متلازمان دائمان. أيضا لا قائد يعترف بقيادته لا يتمثل القيم والمبادئ التي تدعو إليها مرجعيتنا الحنيفية السمحة. فيسعدني أن أدعوكم ككاتب إقليمي لحزب العدالة والتنمية بجرسيف بانخراط كبير في مجتمعكم، وسأكون سعيدا حينما أراكم تقتحمون العمل السياسي، فأنتم الخلف أيها الشباب الواعي، أيها الشباب القادم، أيها الشباب الفاعل، أيها الشباب المتفاعل في الحاضر والمستقبل. تعلمون التحديات التي يواجهها الشباب المغربي والعربي. لديه تحديات كبيرة
لا تحتاج إلى تشخيص واقع الشباب في الأمة العربية، ولكننا نريد سد هذه الفجوة بتجاوز التحديات المطروحة. الشباب يحتاج أن نحلم له بحياة حرة وكريمة، ولن تشهد الأمة العربية تطورا كبيرا دون سقف من الحريات. يا شباب العدالة والتنمية، الشباب العربي برمته يحتاج إلى كفالة الحريات للشباب، حرية التعبير عن رأيه، حريته في تشكيل واقع مستقبل بلده. الشباب المغربي يحتاج إلى تعميق المشاركة السياسية الشبابية. هل هناك دمج حقيقي للشباب؟ ولذلك نحتاج في مجتمعنا إلى مأسسة العمل الشبابي، نحتاج إلى مأسسة العمل التطوعي الشبابي. الشباب المغربي بطبعه شهما كريما جادا قد استوفى مؤشرات تطوعه الفردي، ينقصه نقلة أخرى جديدة في التطوع الجماعي الذي يغير وجه الحياة في المجتمعات. عمل الشباب تطوعي يشخص المشكلات، ثم يكون الشباب ممكن في تطوراته حتى يشارك بجد في مستقبل بلده. الشباب المغربي لديه تحديات اقتصادية كبيرة تفرض نفسها على الشباب، فرضا البطالة، التدريب، التكوين، التشغيل، إشكالات والمخرجات في سوق العمل، اختلالات في البطالة بين المتعلمين. كلما تعلم الشباب ازدادت فرص البطالة. هناك خلل بين مجال العلم وبين سوق العمل. العمل الشبابي لديه تحديات اجتماعية. هناك خلل في توزيع التنمية في الأرياف والمدن، همش البعض وقرب البعض الآخر. الخلل الذي يعكس عدم اهتمام البعض بالعدالة الاجتماعية والتي تمس بالدرجة الأولى بالشباب. لا بد أن نلغي من قواميسنا الشباب المهمش أو العشوائي أو الجاني، بتقديم خدمة تنموية وإتاحة الفرصة الحقيقية أمام الشباب. أيضا هناك تحديات صحية أمام الشباب المغربي، شبح التدخين، شبح المخدرات الذي يغتال ما يقرب من ثلث الشباب العربي. والأبشع من هذا أن هناك فئة تعد من النخبة تخطط ليل نهار في تطوير الوسائل السلبية التي يتم تسويقها من خلال الإعلام الذي هو في الحقيقة يهدف إلى تدمير الشباب. واجبنا اليوم أيها الشباب أن نحمي شبابنا من الأخطار التي تحدق به. لدينا أيضا تحديات أخرى وهي تحديات ثقافية. القيم والمبادئ، قيم الوسطية والاعتدال، الحوار وقبول الآخر، المشاركة الفاعلة، قبول التداول السلمي للسلطة، بناء المجتمع الديمقراطي وبتشجيع الشباب وبالتربية على المبادئ والقيم وإتاحة الفرص الحقيقية للشباب وفسح المجال أمامهم في الحريات والكرامة والحقوق. وجعل أولويات التنمية في الشباب نكون قد جنبنا مجتمعنا مآسي العنف والتطرف الذي لا غربة له في المغرب. لا بد من غرس المبادئ والقيم حتى نحمي شبابنا من الانحرافات ونجعله محصنا من التقصير والغلو، محصنا من التفريط والإفراط، محصنا بالوسطية وقبول الاختلاف، محصنا بالحب والوفاء لأمته، محصنا بالإخلاص والتفاني لوحدته الترابية، محصنا بالتأهيل في أمثال هذه الملتقيات إلى الارتقاء لحماية وحدته الترابية من كل سوء ومكروه. لا تترددوا في الرد، لا تترددوا في الرد، لا تترددوا في الرد على المشوشين والانفصاليين
على وحدتنا الترابية وقضيتنا الأولى ومقدساتنا وثوابتنا. والسلام عليكم.